سؤال آخر خلي ذهنك، هل الإمامة من الأمور، يعني ضرورة الإمامة، هل هي من الأمور التي يمكن للعقل أن يدخل فيها ويقول لا بد من نصب الإمام أو لا؟ ليست كذلك. أنت الآن تأتي في مسألة النبوة العامة قبل أن يأتي القرآن وأي شيء آخر، تقول العقل يقول بضرورة أن يرسل الله ماذا؟ رسولا إلينا. فإثبات النبوة العامة ما هو دليله الأصلي يا أعزائي؟ العقل. هل يوجد دليل عقلي على ضرورة الإمامة بعد رسول الله أو لا يوجد؟ طبعا هواي كتب علماء الإمامية كاتبين، ولكن أقولها فتوى لك واضحة، اللي ينقلها أماتي أنا ما عندي مشكلة. لا يمكن إقامة دليل عقلي على الإمامة العامة بعد رسول الله، لا مجال للعقل. يمكن أن ينصب ويمكن ماذا؟ ألا ينصب العقل أبدا. وما ذكر في كلمات علماء الإمامية من الأدلة العقلية ليست من العقل في شيء أبدا، وإنما إما أدلة عرفية، إما عقلائية، إما سميها ما تشاء. إما تقولون منطق الأشياء، طبيعة الأشياء، الذي عنده مشروع إلهي لا بد من يريد أن يذهب لا بد أن ينصب نائبا عن نفسه إلى آخره. هذا من الكلام مولانا فيه إشكال وإشكال وإشكال. أقل إشكال فيه وهو أنه الإمام الحجة سلام الله عليه من ذهب نصب أحد مكانه لو ما نصب؟ نصب لو ما نصب؟ الجواب بيني وبين الله، الذين لا يقولون بولاية الفقيه يقولون ما نصب أفرح وابو وش نسوي؟ يقول الأمة هي ترتب شغل. قال كل اللي نصبه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، كل اللي نصبه قال بابا هذول اكتبوا لهم فد رسالة عملية وشنو اطوها بيديهم. بعد عندكم مسؤولية أخرى لو ما عندكم مسؤولية، مسؤولية الحجة في عصر الظهور أو الإمام في عصر الظهور فقط يكتب رسالة عملية؟ هاي مسؤولية الإمام المعصوم؟ 999 مسؤولية عنده. إذا مسؤولية واحدة منها شنو هي؟ كتاب رسالة عملي. القائل المنكرون لولاية الفقيه وكل الأدوار الأخرى يقولون أنه نصب أو لم ينصب فقط، حتى باب القضاء أم لم ينصب لنا قاضيا. نعم الناس يجدون حاجة إلى القضاء يروحون ينصبون ماذا؟ ينصبون واحد. هاي قضايا حسبية، والحسبية شيء غير الولاية.